القرار لأنه كان قرار حقيقة غير منصف، غير عادل، وكان منحاز كلية لطرح واحد على حساب الطرح الثاني. طيب، تحدثتم على هذا القرار. سيد وزير الدولة، كيف تقيمون مضمون القرار الذي اعتمده مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية؟ أنا قلت منذ حين ما هي الأهداف المغربية وما هو الحال اليوم بعد تبني القرار. أولا، البعثة الأممية لم يتم حلها ولم يتم تفكيكها، ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل على العكس كان المشروع الأولي يتكلم على 3 أشهر كمدة إضافية منحت للبعثة. الآن المهلة أصبحت سنة، يعني تجديد عادي كما كان الحال في السابق. ثانيا، الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية، هذا كذلك لم ينجح المغرب في فرضه، بل أصبح اللائحة النهائية تتكلم على الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى، ولا سيما البديل المطروح من طرف الصحراويين. فبالتالي اللعبة السياسية واللعبة الدبلوماسية أصبحت مفتوحة، فيه من جهة مقترح الحكم الذاتي، وفيه من جهة أخرى حلول بديلة طرحت من الطرف الثاني وهي لا تزال على الطاولة. الحكم الذاتي كان في إطاره يطلب المغرب أن ينظم في إطاره حق تقرير المصير، ممارسة حق تقرير المصير. الآن تم فك الارتباط الذي أراده المغرب بين الحكم الذاتي وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، واصبح تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية، طبقا للقانون الدولي، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وطبقا للائحة 15/14 المنظمة لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. رابعا، فيما يخص الثوابت أو الركائز للمفاوضات، أطراف النزاع حددت، البوليزاريو منصوص عليه، الشعب الصحراوي شعب صحراوي منصوص عليه في اللائحة، وبالتالي طرفي النزاع ضمنيا تم تحديدهما. وبهذا الخصوص اللبس الذي كان يريد تاريخيا المغرب إدخاله بأن النزاع هو نزاع مغربي جزائري أصبح غير وارد نهائيا فيما يخص هذه اللائحة. يعني الجزائر ليست طرفا في ولم تكن أبدا. نعم. طيب، سيد وزير الدولة، كسؤال ختامي، تحدثت على مضمون القرار. في رأيكم ما هي الآفاق المستقبلية للمسار السياسي لحل القضية الصحراوية على الضوء أقول هذا القرار الأممي؟ لما نتكلم على المستقبل، هناك بالنسبة للجزائر 3 قناعات. القناعة الأولى وهي أن إطار الأمم المتحدة يجب أن يبقى هو الإطار الذي يتم تحت قبته أو تتم تحت قبته معالجة القضية الصحراوية والبحث عن حل سياسي لهذه القضية. هذه القناعة الأولى. القناعة الثانية وهي أن على غرار كل الشعوب الأخرى للشعب الصحراوي المشروعية والأحقية في ممارسة حقه في تقرير مصيره، وهذا ما وفرته كذلك هذه اللائحة. القناعة الثالثة وهي أن لا بد من مفاوضات بين المغرب وبين جبهة البوليزاريو، وأظن جازما ومخلصا أن هذه القناعات الجزائرية قد تم التكفل بها وتعكيسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن. وما يقوي من ارتياحنا هو ملاحظة هامة، ملاحظة لافتة، أن المستشار للرئيس ترامب السيد مسعد بولس في لقاء تلفزيوني منذ يوم أو يومين ركز على ما ركزت عليه أنا الآن، وقال أن لم يعد الحكم الذاتي هو الحل أو هو الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية، وإنما المجال مفتوح للبدائل. وهذا صحيح لأن اللائحة تفتح المجال أمام طرح البدائل. ثانيا، يقول أن
الاتفاق يجب أن يتم بين طرفي النزاع، وهذا ما تنص عليه وما نحن كذلك نتفق معه بخصوص ضرورة المفاوضات المباشرة بين الصحراويين والمغاربة. ولا أخفي عليك أنني في كل لقاءاتي مع المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم المستشار مسعد بولس لحيت على هذا، لأن الحل لقضية الصحراء الغربية لا يمكن أن يتآتى إلا عبر طرفي النزاع، وطرفي النزاع هم المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. وثالثا حق تقرير المصير، وأشار له كذلك المستشار الأمريكي حيث قال بالحرف الواحد أنه يجب استشارة الشعب الصحراوي، وهذه الاستشارة ستتم عن طريقة التصويت. فبالتالي الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهو معروف، لكن اليوم تريد الولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط، والوسيط يجب أن يتخلى عن موقفه الوطني وأن يبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين، الحل الذي يمكن أن يلتقي أو يلتف حوله الطرفين. وهذا ما نستنتجه مما جاء على لسان المستشار في لقائه التلفزيوني الأخير منذ يوم أو يومين. يعني هناك تفاؤل لمسار القرار الأممي الجديد؟ هناك واقعية، والواقعية تملي علي أنا شخصيا أن ألاحظ أن الولايات المتحدة أصبحت تفرق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وتحت قبة الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة لها عقيدة ولها ممارسات ولها قوانين ولها ضوابط تحكم تصرفها في معالجة القضايا الاستعمارية. فبالتالي نحن نأمل أن نرى في المستقبل القريب العودة إلى هذه المراجع الدولية فيما يخص حق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني لما نتكلم عن حق تقرير المصير والعقيدة الأممية والممارسة الأممية، اليوم في جدول أعمال الأمم المتحدة هناك 17 كيان يسمى Non-Self-Governing Territories، أراضي لا تتمتع بسيادتها، في 17 حالة. كل هذه الحالات يعترف لها بحق تقرير المصير، فلا يعقل ولا يمكن أن تقصى من هذه القائمة القضية الصحراوية بمفردها وتحرم من حقها في تقرير المصير كسائر الشعوب الأخرى. وأظن أن هناك قناعة في الأمم المتحدة وبالخصوص داخل مجلس الأمن، قناعة بأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو حجر الزاوية. وكنت ذكرت أن 8 دول قدمت تعديلات، كل هذه التعديلات تعلقت بمواضيع شتى، لكن كلها التفت حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. فاللائحة في النهاية، اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير في بنودها العملية مرتين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بالحكم الذاتي، أي حق تقرير المصير، ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وهذا ما نتمنى الوصول إليه سيد وزير الدولة. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص والحصري لقناة الجزائر الدولية. وشكرا لكم أيضا. إذن إلى هنا نصل مشاهدينا لختام هذا الحوار الذي جمعنا مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إلى لقاء متجدد.